شوفي يا بنتي يا فله، وانا قدك كده كنت بحقق كل اللي نفسي فيه. ايه ده؟ ازاي خالته؟ ده الواحد ما بيلاقيش وقت يحقق حاجة. مين ايه؟ ده الوقت كفاية ان لم تقطعه قطع، وربنا ما كترش غير من الوقت. كنت بجيب نوتات كتيرة قوي وادون يوميا اللي ليا واللي عليا، هعمل ايه وامتى وازاي وهياخد وقت مني قد ايه والاولويات اللي عندي علشان ما يعديش الوقت زي ما بتقولي من غير ما احقق فيه حاجة. على اخر السنة اراجع النوتة دهيت تلاقيني عاملة انجازات كتيرة قوي. بقولك ايه، تيجي اجيب لك واحدة وتجربي؟ لا يا ستي مش فاضية انا لتضييع الوقت ده. ازاي اجيب نوتة واطور ايه من اللي ما يعملش ايه؟ يكون وقت الكرتونيات ده راح. مالك يا فلة راحة جاية وكأنك مستنية نتيجة الثانوية. إذا كانت اللي من المدرسة حالا يا خالته، وبيقولوا عاملين مسابقة في تنظيم الوقت في رمضان، واحنا النهاردة يوم 8 والمسابقة يوم 10. معرفش هعمل ايه وموضوع الوقت ده اصلا موترني. ما ياما قلتلك تعالى ادربك على فكرة النوتات وتنظيم الوقت، وتتعلمي ازاي ترتبي اولوياتك من قبل رمضان كمان. مفيش سمعان للكلام. الله يخليك يا خالته مش وقت حكام المواد. قولي عن الصلاة في السيد دلوقتي. أول هام تجيبي نوتة ولا أجندة تخططيها الجدول، وفي كل خانة تحطي أولويات. يعني أول خانة وأهمها العبادات، تشوفي وقت كل عبادة هياخد منك قد إيه. بعدها خانة لمذاكرتك واهتماماتك. بعدها تحطي أي خانة مهمة بالنسبة لك. بعدها تحطي بقى هواياتك ووقت فراغ هتعملي فيه إيه. بكده انت قدرتي ترتبي الأهم ثم المهم، مش العشوائية اللي كنت فيها.